مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم في برنامجكم المميز مشاهير دزاد. اليوم راح نحكي على أجمل إطلالات النجمة التركية داملا سونماز بطلة مسلسل الحفرة في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. البداية كانت بأجمل تكريم للثقافة الجزائرية، وين ظهرت داملا سونماز بلباس تقليدي شاوي أصيل. اختيارها لهذا الزي في الافتتاح كان رسالة حب واحترام للجزائر وشعبها، وفعلا لقت إشادة كبيرة من الجمهور الجزائري. وبعدها في اليوم الثاني للقاء الصحفي للجنة التحكيم أطلت ببدلة رمادية عصرية من قطعتين ستايل عملي أنيق، وجمع بين الكلاسيك والعصرية مع حقيبة يد سوداء ونظارات شمسية صغيرة أعطتها لمسة جرأة. أما بالنسبة في ختام المهرجان فقد خطفت الأنظار بفستان لامع باللون الوردي مزين، إطلالة بارقة أنثوية جعلتها محط أنظار الجميع في الأمسية الختامية. مكياجها كان متنوع وراقي مع ألوان ترابية في العيون، رموش بارزة وشفاه نيود لامعة. أما الشعر فقد اختارت المموج المسندل في النهار، وتسريحة راقية مشدودة أكثر في السهرة المسائية. هكذا قدمت داملا سولماس 3 إطلالات مميزة جمعت بين التراث الجزائري والأناقة العالمية. يا ترى أي إطلالة أعجبتكم أكثر؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله.